باشرت شركة بلدنا بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وبدأنا فعلياً بعملية نقل تجربتنا المميزة لدول أخرى. تعتزم شركة بلدنا القطرية إقامة مشروع ضخم لإنتاج الحليب على مستوى ولاية البيض، وهذا في إطار إنجاز مشروع استثماري كبير بالمنطقة. وحسب ما كشفه بيان رسمي لولاية البيض، فقد قام وفد من خبراء شركة بلدنا القطرية المختصة في مجال إنتاج الحليب وإطارات من وزارة الفلاحة الجزائرية بزيارة معاينة للمزرعة النموذجية ببورطب، وهناك أين تلقى الوفد شروحات وتوضيحات هامة جدا بشأن إقامة المشروع الضخم الهام على مستوى ولاية البيض، ومنه سجل القطريون ارتياحا كبيرا واهتماما بالغا لتجسيد هذا المشروع. وللإشارة، تعد شركة بلدنا القطرية واحدة من أكبر الشركات لتربية الأبقار في الخليج، وتمتلك استثمارات تمتد مساحتها على نحو 2.4 مليون متر مربع، وبقدرة استيعابية لتربية 24,000 رأس من البقر، بالتوفيق والسداد لهذا المشروع الكبير الذي من شأنه أن يعزز وفرة مادة الحليب في الجزائر ودعم الاقتصاد الوطني. كان معكم جورناليست الصحفي شمس الدين بودون الذي ينطق حرف الراء غاء. نتمنى يعجبكم الفيديو، تدعموه بالجيم والبارتاج والكومنتار. سلام.